لو حضرتك ممكن مثلا تديني ممكن عظمه واعمل عليها شوربه حتى وتاخد الرز ده بدل. انت ما شاء الله عليك شاب كويس، باين عليك ان انت انا هي بس اللي اللي بتشتغل في مكان وشغال في مكان على ما هي بس الظروف بس اللي يعني اللي حاططني في كده يعني. انا الحمد لله يعني انا يعني عمري ما عملت الموقف ده. طبعا معايا. يعني هتاخد الرز وهتديني اللحمه. تعالى معايا. ياسمين، وانت بتقولي له المعلم هيزعق لك؟ لا ما قالتليش هيزعق لك. امال ايه؟ هي قالت لي مش هينفع اديلك الا لما ارجع للمعلم. ما قالتليش كده والله. عشان بس ما لا يا عم، مش مشكله. هي برضه اختي مش غريبه، بس انا بفهم بس. لا هي ما قالتليش اي حاجه. ما ينفعش حد يا عم، انت على اساس قالت لي مش هينفع اديك حاجه غير لما ترجع ولا انت للمعلم. عشان خاطر ابنك اللي عنده 6 سنين ولا بعتبره ابني؟ انت على دماغي مفيش اي حاجه. والرز بتاعك